لو عاوز تعرف اي بلد كويس لازم اول لما توصل تنزل الشارع وتحتك بالناس وتاكل من اكلهم وتعرف عاداتهم وتقاليدهم من اكلات الشوارع. والمطبخ الجزائري معروف بتنوعه الرهيب اللي عمرك ما هتتخيله. يعني لك ان تتخيل ان بيقول لك في رمضان ال 30 يوم بياكلوا 30 اكله مختلفه وما بيخلصوش اكل الجزائر. وقعت في غرام المطبخ الجزائري، غير الطبيعه الجزائريه، الشعب الجزائري، كل مكان فيها بجد كوكب. هي كوكب الجزائر. تسجيل دخول الجزائر اول حاجه تعملها نروح ندخل محل البيتزا. السلام عليكم. بيتزا، عاوزين نفطر فطار جزائري بقى، ده لسه اول يوم. ايه بقى اشهر حاجه عندكم؟ اشهر حاجه دي حاجه بيتزا طوب ولا هذه مكسيكان؟ لا انا عايز دي المعروفه، مربع. لا مش حره، حلوه. بصوا يا جماعه، تسجيل دخول الجزائر لازم اول حاجه تاخد بيتزا المربع دي تجربها وتاكلها. كده تبقى انت ايه، ناخد دي كده. حلوه دي، اول حاجه لازم تسجل دخولك بيها الجزائر، بيتزا المربع. تعالوا بقى ناخد جوله سريعه في الاكلات الجزائريه والاكلات الشعبيه. فطبعا احنا اتكلمنا عن اول حاجه البيتزا المربع اللي هم في ناس كتير بيفطروا بيها الصبح. من الحاجات بقى اللي انت قلتي لي عليها الكرانتيكا. كرانتيكا ماشي، أول مرة تنطق كلمة جزائرية. ايوه صح الحمد لله. كرانتيكا دي واحده من الاكلات اللي الجزائريين بياخدوها او بياكلوها كسناك او على الغداء، خصوصا ان دلوقتي الساعه مثلا 12 فتلاقي جزائريين كتير بيجوا ياخدوا الكرانتيكا. وهي بالنسبه لنا شبه البشاميل، ولكن هي عباره عن حمص. فتعالوا بقى ندوق ايه حته من الكرانتيكا ونقول لكم بقى ايه راينا فيه. وطبعا لازم يقول لك ايه، حط عليها الهريسه عشان تبقى ايه تجربها صح. وهي مشهوره جدا في وهران، بس تعالوا نجربها بقى دلوقتي. بص عامله ازاي، تحسها كده ايه يعني، بص عامله زي الجيلي. وهي شبه والله بالنسبه لنا زي البشاميل. تعالوا نجرب بقى. حلوه حلوه حلوه. والغريب بقى ان هي يعني انا بالنسبه لنا دي كده هي تمام، هم بيحطوها جوه ساندوتش ويحطوا عليها هريسه وتوابل. يعني تخيل الموضوع. بس هي بصراحه حلوه، اديها 8 من 10. التوابل بتاعتها كمون. توابل كمون، وهي عباره عن ايه، حمص. راجل والله العظيم يا جماعه، يعني ايه عزمنا على الكرانتيكا. وده يعني الشعب الجزائري كله دول ما واحد ماشي عمالين يعزموه. فبجد يعني ما تيجوا لازم تيجوا المحل ده هنا في وسط المدينه قدام الاعلامه الجزائريه والمينا. ايه ده، في ايه الحكايه؟ الشعب كله بيعزمنا طول ما احنا ماشيين. يعني على فكره والله العظيم، وانا قافل الكاميرا وانا فاتح الكاميرا وانا بتاع ولا يعني الناس مش عارفاك، ولكن هو دي طبيعه الشعب. يعني كرم بطريقه مش طبيعيه والله العظيم. دلوقتي بقى نشوف المطبخ الجزائري، لان الجزائر اكلها مزيان بالزيف. فدخلنا هندخل دلوقتي مطعم الوليمه، وتعالوا بقى ايه نجرب اجمل اكلات جزائريه. احنا موجودين في مطعم جزائري تراديشنال بيقدم الاكل التراثي الجزائري. وزي ما انتم سامعين كده الموسيقى الجزائريه في الباك جراوند. ما ينفعش تكون في الجزائر وما تجربش المنتج الغازي الوطني الموجود من سنه 1878، اللي هو فعلا هم ما كانوش محتاجين مقاطعه او حاجه عشان يبتكروا او يعملوا منتج خاص بيهم. واجمل حاجه والاغرب في حياتي اللي انا اشوفها ان هو البرودكت بتاعتهم تحسها ان هي اسم الحاج الكبير وولاده، كل واحد باسم. يعني المنتج الكبير اسمه حمودي بوعلام. حمودي بعلام ده هو الاب الكبير الروحي، وولاده سيلكتو اللي هو يعني البيبسي كولا، وسليم ده عنده اسرته بقى بجميع الانواع. تعالوا بقى نجرب واحده منهم اللي هو سليم بالليمون. جماعه الجزائر سباقه في ان هي عندها كل حاجه وطنيه بجد. يعني الجزائر كمان معروفه ان هي ما عندهاش تشينز عالميه او ما عندهاش براندات عالميه موجوده في الجزائر. تقريبا كل حاجه عندهم حاجه وطنيه معموله. يعني في منتجات كتير موجوده في دول، اول ما تنزل الدول كلها بتبقى شبه بعض. يعني تلاقي عندهم براندات المطاعم وبراندات الاكل والشرب والاحذيه واللبس والحاجات ديت
مش هتلاقي الكلام ده في الجزائر. الجزائر هتلاقي كل حاجه عندهم المنتج الجزائري المنافس بتاعهم. دلوقتي بقى ايه يعني هم ضيفونا بالشوربه دي اسمها شوربه ايه بقى؟ شوربة الفريك. شوربه الفريك. بس و- ده غير الفريك المصري يعني. لا، غير الفريك المصري، لانه الفريك المصري عباره عن حبه قمح مقسومه لنصفين. ولكن في الجزائري هو القمح نطحنونه في مطحنه تقليديه، ويكون بشكل ده ويتعمل شوربه اسمها شوربه الفريك. مشهوره في الشرق الجزائري اكثر من الغرب الجزائري، لانه في الغرب الجزائري معروف عندنا الحريره. جرب بقى اللي هم قالوا لنا عليه بقى والشوربه وهكذا، ونمشي بالطريقه التراديشنال ان انت بتجيب ايه الليمونه تعصرها على الشوربه، تقلب تقليبه، وبعد كده تاخد انا اكلت قبل التصوير يعني، المهم واحده من دي اللي هي البوريك. بوريك باللحم ماشي. ميكس كده في بقك، خطيره 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 خطيره. بص عامله ازاي، ويعني تحسها لوحدها وجبه يعني بجد. هي غنيه بكل المواد اللي يحتاجها الجسم وصحيه وتدلع القلب يعني، هي كله مع بعض والله العظيم. اجمل الحاجات في المطبخ الجزائري الموجوده في الطاجين بتاعهم. ونبدا بالطاجين ده اسمه طاجين المثوم. مثوم. ده عباره عن لحم مع كريات لحم مفروم، مع كرات زي كفته كده تقدر تقول، مع فراخ والصوص بتاعها، وفي النص الليمون. ونيجي على الطاجين التاني. شكله بصراحه خطير خطير خطير. ده يعني طاجين الحلو، عبارة عن فواكه جافة مع مكسرات. هو تحسه ميكس بين حلو وحادق. اسمه الحلو او لحم الحلو او طاجين حلو او مرقة حلوة. فده ميكس حلو على حادق. يلا نجرب. نبتدي بقى نشوف الكفتة دي. انت بتقولي كنا ناكلها بالعيش الاول صح كده؟ هو احسن حاجة تغمس. ماشي نغمس. يلا يا جماعة، الحلو المغمس اسمه ايه؟ تغمس. ده اسمه ايه؟ المسوم. ماشي، يلا ناخد بقى قطعة منه ده. معاه اسمه ايه دوت؟ حمص مع الكفتة. الله، زي ما قلت لك انه الحمص من الحاجات الاساسية في المطبخ الجزائري. ايه رايك؟ التوابل، التتبيله بتاعت الحاجه، ميكس الصوصات اللي محطوطه، او تقدر تقول الشوربه اللي محطوطه فيها، حاجه حفله في الفرن. والله العظيم بتعمل موسيقى جزائريه بامتياز. يعني طاجين المتوم التوابل بتاعه يختلف عن الكرانتيكا، يختلف عن الشوربه، يختلف عن طاجين السمك. يعني كل حاجه عندها توابل مخصوص ليها. صنع بحب من الجزائر والله العظيم. يعني هو ده عنوان الاطباق الجزائريه، كل حاجه معموله بمزاج، بضمير، بلمسات كده تخليك تبقى مستمتع. حتى التوابل نعملها بطريقه تحضيرها بطريقه تقليديه. ازاي نطحنها، ازاي نعمل حاجه على حاجه. الله. طب وده بقى الفراخ مع المسوم ناخدها مع ايه؟ حمص كده، تضربها في الصوص. يا سلام. أيوة. الله. صح. مفيش كلام يتقال بعد الكلام والله العظيم بجد. فوق 10 من 10 بصحة. يعني احنا كمان ساعات كتير نسافر دول ونجرب اكلاتهم من اجل التجارب، من اجل ان انا اجرب حاجه جديده، اجرب حاجه غريبه بجد والله العظيم. لكن هنا في الجزائر التست بتاع اكلكم حلو ان احنا نفضل بناكله، مش نجربه تجربه وخلاص جميله بس انا ارجع لاكل بتاع بلادي. لا، هنا الاكل ده انا بستمتع بيه وابقى عاوز اطلبه تاني. وكنت لسه حتى بسالك يعني قبل التصوير ان انا بقول لها كانت بتقول لي في مطعم جزائري موجود في مصر ابقى اجرب فيه، فبقول لها في اكلات انا عاوز ارجع مصر عشان اقعد اكمل بقيه المطبخ اللي ما بيخلصش الجزائري. دلوقتي بقى هنجرب الطبق ده اللي هو عباره عن ميكس حلو على حادق. شايفين شكل
اللحم يا جماعه عامل ازاي. يعني دي سبب وحيد، يعني سبب يخليك تيجي الجزائر من اجل الشكل الطبق المغري ده. فهنا بقى بيروحوا ايه قاطعين كده قطعه منها ماشي وبعد كده تجرب بقى ايه تدوقها. بص شكل اللحم، بص ثانيه هي دايبه، لحمه دايبه. جربها مع المشمش مع البرقوق. بص 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 بص. دي بقى على فكره الاكله دي بياكلوها في الاعراس، يعني بيكون في اي فرح من الاطباق الرئيسيه في الافراح هو الطبق ده. طبعا نجرب. خطير خطير. طعمه هو ميكس من يعني انا قلت في الاول هيبقى مش متخيل طعمه هيبقى عامل ازاي، ممكن يبقى حاجه مسكره، لكن بالعكس يعني هي كسرت الحادق حته حلو بتكسره كده بتوديه في حته تانية. بص انا بصراحه مش عارف اقول ايه ده ولا ده، يعني قول 9.5 من 10 من اجل ان احنا يبقى كده يعني ايه فرقنا بين الاختين. طعم التتبيله واللحم الدايب وطريقه الطاجين والقعده والتقديم والصينيه والاجواء، انت تحس ان انت يعني ايه ملك زمانك بصراحه. المطبخ الجزائري هو يعني تحس بيقول لك صنع بحب من الجزائر الى كل العالم. ندخل جوه محل حلويات جزائري ونجرب الحلوى الجزائريه، لان طبعا عندهم انواع كتير جدا وكلها احلى من بعض، ومن كتر ما هي كتير فانا لازم استعين بصديق ان هو حد يجي يعرفني على الحلوى. فا ايه شايفين كميه التنوع الموجوده. بص 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 شوف كل حاجه انواع مختلفه لحد اخر المحل. المهم نبدا. هذه بعض من الموجود الحلويات التقليديه لانه مش كلها اكيد. اسمها رزيمات العروسه، شكل رزمه بنقول عليها رزيمات العروسه. مقلوط اللوز، تشارك، وده اساسي في العيد لانه يعبر عن هلال العيد وابيض وكده. هنجرب رزمه العروسه ونقول لكم راينا ايه. من اشهر الحلويات الجزائريه. باللوز، كله باللوز يا حبيبي. تاكل معاه اللوزه كامله كمان. خطيره. صحه وهنا. حلويات بجد تفتح النفس. 10 من 10. كروت اللوز عباره عن سكر كده من بره، وطبعا جواه مضروب بقى ايه اللوز مع العجين كده. ما فيهاش عجين، فيها لوز بس. سكر بزاف بس طعمها حلو. السكر بيضرب في دماغك والله. بس اللي جواه عامل بالانس، انت من بره سكر تقيل ومن جوه حاجه خفيفه. حلوه على شكل الفواكه ودي على شكل الخوخ، بس انا اكلت منها. طعمها حلو، سكرها مظبوط قوي. لازم في تجربتك وانت في الجزائر تيجي المخابز ومحلات الحلويات، دي تجربه لوحدها، وتدوق الحلويات الجزائريه وتستمتع بيها لانها تجربه ما تتنسيش. يعني لك ان تتخيل ان بيقول لك في رمضان ال 30 يوم بياكلوا 30 اكله مختلفه وما بيخلصوش اكل الجزائر. يعني الكلمه دي تختصر لك قد ايه كتر التنوع اللي عندهم من الاكل والحاجات الكتير جدا اللي في الاكل الجزائري. وكمان بيقول لك من بعد رمضان يبتدوا يعملوا تحليات وحاجات حلوى مختلفه عن اللي كانوا بياكلوها في رمضان. في ايه يا جماعه؟ صح الكلام ده؟ 100% صح 100%. عندك رمضان يجوز رمضان كومبلي، كل يوم بناكل طبق، وكل طبق يختلف على اخوه على حسب الكوستر كما نقولوا. في الايام الاواخر تاع رمضان يومين 3 ايام الاخرين تبدا الحلويات باش نحتفلوا بعيد الفطر المبارك. وكاين عائلات بزاف كما نقولوا الاغلبيه تاع العائلات
ما بتنام يعني طول الليل بتبقى تصنع في الحلويات يعني باسكو احنا في الجزائر عندنا كما نقولوا الدار الكبيره اللي يجتمعوا فيها يجوا العائلات الكل ياكلوا زي عندنا الكحك والحاجات دي. حلويات العيد نبداها من يوم 20 رمضان لانها اصلا تاخذ وقت في الطهي وفي الديكور وفي كذا حاجه وهي كتيره، فاقل حاجه نعمل 5 انواع ودي نقول ما عملناش ولا حاجه. بالاضافه انه عندنا في رمضان حلويات نعملها للشهر الفضيل بس، يعني في حلويات تتاكل في رمضان بس. دلوقتي هندخل جوه مخبز جزائري نشوف بسرعه ايه اللي بياكلوه. يعني هنا دي حاجه زي الفطير اسمها ايه؟ مسمن او معلق. مسمن ده فطيره هنا بيعملوها زي ما انتم شايفين. وهنا بقى دي اسمها البمبلوني بس هنا بيسموها سفنج صح؟ سفنج او خفاف او مين؟ او خفاف. اللي بعده ده اسمه ايه؟ اللي بعده دي منتقبه ودي شبهها لكن الفرق انها فيها تمر في الوسط اسمها براج. دي حلوه جدا لازم افطر بيها هنا يعني. دي كسره او فطير. ده اساسي عندهم في ده العيش اصلا. العيش بتاعهم العادي. ده الفيس هو عباره عن دقيقه مع تمر، عجوه التمر معجونه مع بعض. غير كل الاكل الجزائري بجد يعني المطبخ الجزائري غني بطريقه. تقريبا زرت كل دول شمال افريقيا اللي فينا اكل متشابه من بعض ما عدا ليبيا لسه ان شاء الله قريب، ولكن المطبخ الجزائري رقم 1. تنوع، اكل حلو، مفيش اكل انا جربتها حاجه ما عجبتنيش قوي يعني. كله حاجه التست بتاعها غني. شكل التقديم بتاع الاطباق تنوع رهيب في كل احنا كام 58 ولايه 58 ولايه كل واحده عندها يعني حتى لو الشخشوخه موجوده اللي هي الاكله الرئيسيه من كل ولايه شخشوخه بطريقه معينه. فحقيقه يعني المطبخ الجزائري يعني شابوه. يعني انت تيجي بس لوحدك تجربه سفريه لوحدها تجرب المطبخ جزء من المطبخ الجزائري. شدها كده يا لهوي. البطيخ ببلاش الدلاعه ببلاش كله هياكل. عايز بطيخ خد بطيخ، عايز دلاعه خد دلاعه.